هالو جايز، ويلكم باك تو ماي channel. النهارده هقول لكم على 10 عادات هنديه. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتسيبوا لي في الكومنتس حابين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. ولو لسه ما عملتوليش متابعه على انستجرام ادخلوا على انستجرام وهتلاقوا الصفحه بتاعتي بنفس اسم القناه نونز واي. يلا بينا. العاده الاولى، تقريبا معظم الهنود بيعملوا الشاي في طاسه الصوص، يعني حاجه كده زي الحله الصغيره اللي بيتسخن فيها الصوص او بيتعمل فيها الصوص، هي دي اللي بيعملوا فيها الشاي. مش هنكر ان اكيد في ناس بتستعمل البراد او كاتل، بس معظم الهنود بيعملوا الشاي في الحله الصغيره دي. العاده التانية، تقلع الجزمه قبل ما تخش اي مكان مقفول. ما ينفعش خالص قبل ما تدخلوا اي مكان مغلق ان انتوا تبقوا لابسين الجزمه. معظم البيوت في مصر ما بنخشش بالجزمه علشان ما نوسخش الشقه او كده. انا برضو عندي في البيت نفس الكلام، بس في الهند هنا الموضوع بزياده. يعني مثلا لو داخلين عياده الدكتور ما ينفعش خالص تدخلوا وانتوا لابسين الجزمه، لازم تقلعوها بره على الباب، وهتلاقوا كل الناس هناك عامله كده برضو. ولو هتزوروا حد في بيته طبعا مش محتاجه اقول لكم لازم تقلعوا الجزمه وانتوا داخلين، وما ينفعش خالص تدخلوا بيها. وفي ناس كمان ما بتحبسش ان انتوا تخشوا اصلا البيت وتقلعوها جنب الباب، لا، تقلعوها اصلا وانتوا لسه بره وما دخلتوش البيت من اساسه. العادة الثالثة، هز الدماغ. هز الدماغ بالنسبة للهنود ليه معاني كتير جدا. مش معنى ان هو هز دماغه يبقى بس هو موافق، ممكن يبقى معناها فاهم، ممكن يبقى معناها ان هو excited او متحمس جدا، ممكن يبقى معناها ان هو مش فاهم قوي. فمش معنى ان هو هز دماغه يبقى هو موافق، فهي بتعتمد على السرعة. يعني لو هز دماغه بسرعة قوي كده يبقى هو excited جدا او متحمس قوي. لو هز دماغه كده اللي هو مش مبسوط قوي يعني. لو حسيت ان هو كده اللي هو اوكي هو فاهم او مقتنع او يعني هيعمل لك اللي انت عايزه. ولو كده يعني اوكي انا يعني هي على حسب السرعه وعلى حسب اداء عينيه وبقه، ويعني هو بيعمل ايه بقيه وشه هتفهموا معنى هزة الدماغ. العاده رقم 4، ركوب التوك توك. التوك توك في الهند من المواصلات الأساسية جدا، بيسموه هنا أوتو ريكشا أو باختصار بيسموه أوتو. الأوتو هو التوك توك عندنا في مصر، مش موجود في بلاد عربية كتير بس هو موجود عندنا في مصر، وهو البتاع الصغير ده اللي بنركبه وبيخش بينا في اي حته وبيودينا اي حته احنا عايزينها. انا بصراحه في منطقتي في مصر مفيش توك توك خالص، وما كانش حاجه مألوفه بالنسبه لي قبل ما اجي الهند، بس انتوا مش متخيلين بجد في الهند التوك توك شيء اساسي جدا في حياتهم اليوميه. التوك توك في الهند مش زي عندنا في مصر ما بيبقاش موجود في المناطق السريعه مثلا، لا، التوك توك هنا هو اللي مسيطر، زيه زي التاكسي بالظبط، زيه زي التاكسي لدرجه ان هو في عداد وبيعد بالظبط انت الفير بتاعتك قد ايه او الفلوس اللي انت المفروض تدفعها هتبقى كام. من ضمن الحاجات اللي انا معجبه جدا بيها برضو في موضوع الاوتو ده او موضوع التوك توك، ان كل السواقين بتوع التوك توك بيبقى ليهم يونيفورم، وهو القميص اللي بيبقى لونه كاكي كده شويه او لونه مصفر شويه ده هو ده اليونيفورم بتاع سواقين التوك توك او اللبس المخصص ليهم. ولو ساق من غير ما يبقى لابس اليونيفورم ده بيسحبوا منه رخصته. من ضمن الحاجات الغريبه جدا في موضوع التوك توك، معرفش انتوا عارفينها ولا لا، في حاجه اسمها توك توك رالي، يعني زي الرالي بتاع العربيات، السباق بتاع العربيات، الرالي المعروف جدا في العالم. في سباق بالتوك توك ده بيبقى سباق ما بين تكاتك كتير، واللي بيكسب الرالي بتاع التوك توك، وده عادة بيحصل في راجستان. العادة رقم 5، ممنوع حد يتكلم في المواصلات العامة. لو انت في الهند وراكب اتوبيس او مترو او اي مواصلة فيها ناس كتير غيرك انت بس، ده يعتبر عيب جدا لو اتكلمت في المواصلات العامه. عاده الناس لما بتبقى راكبه اتوبيس وميكروباص بتلاقيها على التليفون صوتها عالي، ممكن اصلا الناس اللي بره الميكروباص او الاتوبيس يبقوا سامعينهم. في الهند مفيش الكلام ده خالص، انت لو اتكلمت بس حتى لو بصوت واطي في الاتوبيس يعتبر عيب جدا، وكل الناس هتبص لك باستغراب اللي هو انت راكب مواصله، عيب كده. نفس الكلام ده بيتطبق في الاتوبيس، في المترو، في الميكروباص، في اي مواصله فيها حد تاني غيرك، يعني راكبها كذا حد. العادة رقم 6، ممنوع منعا باتا التدخين في الأماكن العامة. التدخين في الأماكن العامة في الهند ممنوع تماما فوق ما تتخيلوا، يعني ما ينفعش الواحد يدخن ولا في مول ولا في الشارع ولا حتى في عربيتك، ممنوع تدخن في أي حتة ولا حتى لو كافيه مفتوح. لو بوليس أو سيكيورتي حتى شاف حد بيدخن في أي حتة، سواء في الشارع أو حتى في حتة باركينج مثلا أو حتة ما فيهاش ناس كتير، بيغرموه غرامة ابتداء من 500 روبي لحد 2000 روبي. التدخين ممنوع لأسباب كتير جدا، بس أكتر حاجة هم مركزين عليها إن إيه اللي هيجرى لو أنت بتدخن وعدت من جنبك ست والست دي بالصدفة حامل. ده السبب الأساسي اللي هم منعين بسببه التدخين في الأماكن العامة.
العادة رقم 7، البقر اللي في الشارع. دي ما نقدرش نقول عليها عادة قوي، بس هي حاجة الهنود كلهم بيعملوها، وهي انهم بيسيبوا البقر يمشي في الشارع عادي. ناس كتير فاكرة ان الهنود بيعبدوا البقر، ودي مش حاجة صح. الهنود بيقدسوا البقر، بيعتبروه حيوان مقدس، يعني هو بيديهم كل حاجة زي اللبن والزبدة والسمنة، فعشان كده هم بيقدسوه جدا وبيحسوا ان هو حيوان مهم جدا في حياتهم. بس الحقيقة للأسف ان البقر هنا عايش حياة مأساوية فوق ما تتخيلوا، اوحش كمان من كلاب الشارع. يعني البقر هنا مشرد جدا، بياكل من الزباله، وعملوا احصائيه لقوا ان اقل بقره في دلهي لو فتحوا بطنها هيلاقوا جواها على الاقل 30 كيس بلاستيك، وده رقم مش قليل خالص ان هو يقتل حيوان. فعلى قد ما العالم كله فاكر ان الهنود بيعشقوا البقر وبيعبدوه الكلام ده، بالعكس تماما. البقر هنا مضطهد حقه جدا، ويعيني بيبقوا مشردين في الشارع وبياكلوا من الزباله وحالتهم صعبه قوي. العادة رقم 8، ما تستعملش ايدك الشمال. الايد الشمال الهنود تقريبا ما بيستعملوهاش خالص، غير في الحاجات اللي هي السواقة مثلا والحاجات دي. من الحاجات اللي مستحيل الهنود يعملوها هو انهم ياكلوا بايديهم الشمال، بيستعملوا ايديهم اليمين بس في الاكل. حتى لو هيقطعوا عيش او هيقطعوا مثلا بيتزا، هيقطعوا اي حاجة، ما بيستعملوش خالص ايدهم الشمال، بيضغطوا بالصباعين دول وبيزقوا بالصباع الثالث وبيقطعوا الحاجة بالطريقة دي. لو بتتعامل مع هندي بتاخد منه او بتديله اي حاجة، استعمل دايما ايدك اليمين، عشان لو استعملت ايدك الشمال هيعتبر ان ده عدم احترام. طبعا الهنود بره بلدهم مش بيفرق معاهم الكلام ده، علشان هم عارفين ان الناس التانية مش عارفين الهنود بيفضلوا ايه. بس لو انت جيت الهند او عايش في الهند، خد بالك جدا من الموضوع ده، استعمل دايما ايدك اليمين في انك بتاخد او بتدي الحاجة. مش عارفة المفروض اقول لكم السبب ورا الحكاية دي ولا لا، بس هم بيستعملوا ايدهم اليمين بس علشان ايدهم الشمال دي هي اللي بيستعملوها في الحمام. العادة رقم 9، ما بيخطوش من فوق اي حاجة. لو انت قاعد على الارض وفارد رجلك مثلا وفي هندي عايز يعدي، مستحيل يعدي من فوق رجليك. الموضوع ده بالنسبة للهنود يعتبر عدم احترام بشكل غير طبيعي. وقيس على كده كل حاجة تانية، زي مثلا الكتاب لو محطوط على الارض ما ينفعش خالص يعدوا من فوقيه، اللابتوب، الموبايل، الاكل، اي حاجة في الدنيا ما ينفعش ان هم يعدوا من فوقيها. من الحاجات المضحكه جدا اللي كانت ما بيني وبين جوزي قبل ما نتجوز، كنت بوري له فيديو بتاع السبوع في مصر لما بيعملوه، بيحطوا البيبي على الارض جوه مشنه كده وبيعدوا عليه 7 خطوات. دي عاده مصريه لمجرد التهريج، هي دلوقتي بقت مجرد تهريج اللي هو يلا نحتفل بالبيبي وكده، بس هي اكيد ليها اصل واكيد في سبب ان هم بيعملوا كده. فانا كنت بفرجه على الفيديو من باب ان انا بعرفه حاجه في ثقافتنا، ان البيبي بيحطوه على الارض وبيعدوا من عليه 7 مرات. فلما شاف الفيديو اتصدم وقال لي ازاي بتحطوا بني ادم لا حول له ولا قوه على الارض وبتعدوا من فوقيه. كان بالنسبه له الموضوع ده مشكله كبيره جدا، وقال لي مستحيل نعمل كده في يوم من الايام. العاده رقم 10، ممنوع منعا باتا ان انتوا تنادوا على حد اكبر منكم باسمه. اعتقد الموضوع ده موجود كمان في الدول العربيه، يعني بنقول لحضرتك واستاذ ويا شيخنا والحاجات دي، بس في الهند الموضوع بزياده شويه. يعني ما ينفعش مثلا اقول يا طنط منى كذا كذا كذا، ما ينفعش اقول طنط حاجه، ما ينفعش اقول اسمها ولا اسمه حتى لو راجل، يعني هي مالهاش علاقه بالستات. هنا بيستعملوا 3 كلمات، لو ست بيقولوا لها انتي يعني يا عمه، I feel like I'm shaking the table with my leg. لو راجل بيقولوا له انكل او بايا. فافتكروا دايما لو جيتوا الهند وحبيتوا تنادوا على حد قولوا له بايا او انكل، ولو ست قولوا لها انتي. العاده رقم 10، الحموم. مع ان في ناس كتير قوي واخده فكره عن الهنود ان هم معفنين وريحتهم وحشه، العكس تماما. عايزه اقول لكم ان الهنود بيستحموا بطريقه اوفر جدا. لو انت طالب او حد بيشتغل من 9 ل 5 يعني في شركه او حاجه، الناس دي قبل ما تروح الشغل الصبح او تروح مدرستها او الكليه لازم ياخدوا شاور. اما العمال اللي بيشتغلوا تقريبا من النهار لليل بيستحموا مرتين، مره قبل ما ينزلوا الشغل ومره اول ما يرجعوا. في منهم ناس بتفوت الحمايه بتاعت الصبح، بس الحمايه لما بيرجعوا دي اهم حاجه في الحياه، علشان بيبقى هدومهم متوسخه وجسمهم متطرب جدا من الشغل اللي كانوا بيعملوه. فالحمى بعد ما يرجعوا من الشغل اهم بكتير من الحمى اللي قبل ما ينزلوا. دول ال10 عادات الهنديه اللي انا جيت اقوله لكم النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتس حابين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جايه. باي باي.